كثيرا ما تراودنا الأسئلة عن أفضل بلد في العالم، لا سيما في ظل الأزمات والتوترات الآخذة في التصاعد خلال السنوات الأخيرة. إجابة كشف عنها تقرير أخير للمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، وذلك بدراسة حالة 60 دولة. ولكن المؤسف في التقرير أن الجزائر جاءت في المرتبة الأخيرة في المركز 60، متذيلة قائمة جميع الدول التي شملها التصنيف. وعمد الخبراء إلى استطلاع رأي أكثر من 162 رجل ورائد أعمال، إضافة إلى أفراد في المجتمع لجمع بيانات الدراسة. وقد عرفت الدراسة غياب البلدان العربية عن أفضل 10 دول في العالم، وذلك بعدما حلت ألمانيا في المرتبة الأولى، تلتها كندا ثم بريطانيا، فالولايات المتحدة ثم اليابان وفرنسا، وبعدها هولندا والدنمارك على التوالي. في المقابل حصدت السعودية المرتبة 29 لتكون بذلك الأولى عربيا، تلاها المغرب الذي حل في المرتبة 35، ثم مصر 39، فتونس في المرتبة 47، والأردن 51، وأخيرا الجزائر في المرتبة 60 والأخيرة. وأشارت النتائج إلى أن أفضل أمكنة للتعليم هي المملكة المتحدة، كندا وأمريكا، فيما تم تصنيف السويد والدنمارك وكندا كأفضل أمكنة لتربية الأطفال. أما أفضل البلدان للتقاعد المريح فكانت من نصيب كوستاريكا، إيرلندا وكندا. إجابة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي كانت قاسية على الجزائر، إجابة أبعدتها من مضمار السباق. فماذا سيكون على الجزائر أن تصنعه للعودة إلى المسار المناسب أو حتى إحداث الفارق؟